هذا الذي تشاهدون ليس سجنا ولا قفصا، بل هو سرير قادة جرين من بلدية تكديت ولاية البويرة. قادة الذي تزداد حالته سوءا يوما بعد يوم جراء تعرضه لحادث مرور أجبره على القعود على سرير متحرك، حادث أدى إلى شلل النصف السفلي لجسم قادة، معاناة بعد عملية جراحية للنخاع الشوكي جعلت زوجته تعيش مرارة الألم. 5000 دينار جزائري هي مدخول العائلة الشهري. لم تجد لها الزوجة تقسيما بين حفاظة زوجها وبين معيشة أبنائها الثلاث. أخر لقيت داروا لي عملية جراحية في العمود الفقري. كنت نستنى اليوم غدوة بالك شغل اللي يرجع لي الإحساس ولا كذا. من أمل في الصين الشعبية كاين زرع بالخلايا الجذعية. العملية تكلفة تاع العملية في الصين الشعبية 37,000 دولار. أنا نقدم النداء تاعي اللي فيها الخير، يعني يحب يعاوني لوجه الله يعاوني ويكثر خير. أمل زرع في قلب قادة بنجاح عدة حالات مماثلة في الصين الشعبية. الزرع بالخلايا الجذعية قد يعيد له الإحساس الذي انعدم في جزئه السفلي. عملية قدرت ب35,000 دولار، ما يعادل 390 مليون سنتيم. تكلف واحد كان قادر واحد متزاير كومبلي، قادر واحد ينقذوا على جلده من الملائكه. ربي يجازيه الف خير. لا كملوا معايا، ما تخلونيش في النص، ما نعرفش، انا الله غالب. انا عندي غير ربي يبارك، عندي غير ربي، انا ما كان في الدنيا عندي غير ربي وولادي يبارك. هكذا هي يوميات قادة جرين مع المرض، في انتظار أهل الخير والمحسنين للتكفل بقادة لنقله إلى الصين الشعبية لإجراء العملية الجراحية وإرجاع البسمة لصغار البراءة، ببسمة توبة التي تعانق والدها بحنان منقطع النظير.